بتبدأ الحكاية مع إيما وهي بتتصل على محل البيع الملابس التنكرية، ولما حد بيرد عليها بتطلب منه إنها تستعير أنياب صناعية، بس اللي بيرد عليها بيطلع دراكولا نفسه وبيقول لها إن عنده أنياب حقيقية وإنه مصاص دماء. فبتفتكر إيما إن حد بيهزر معاها وبتحاول تقفل المكالمة، لكن دراكولا بيوقفها وبيقول لها إنه بقاله سنين ما تكلمش مع حد وإنه بس عايز حد يسمعه. فبتقرر إيما إنها تتكلم معاه وتسمعه شوية، لكن فجأة التليفون بيقع من إيدها وبينزل في بلعة الصرف وما بتعرفش ترجعه، وفي اللحظة دي الشبكة بتفصل خالص. فبيؤمر دراكولا الخفافيش اللي معاه إنهم يدوروا عليها لحد ما يوصلوا لها، وبيقول لهم إنها هتكون زوجته المستقبلية. وفي الوقت ده بتدخل إيما المحل اللي بتشتغل فيه مع صاحبتها شيان، وبتقعد تحكي لها على اللي حصل معاها، وكمان بتشتكي لها من عيلتها وإن ابنها ماكس طول الوقت بيتخانق مع أخته فاي، وإنه في المدرسة بيتضرب كتير من أصحابه. أما فاي فدايما مشغولة بنفسها، وبنشوفها وهي معجبة بواحد صاحبها بس هو أصلا مش مهتم بيها، وعشان تلفت نظره بتتظاهر إنها بتقع قدامه، ولما بيحاول يسندها بيقول لها إن شكلها حلو وبيعزمها على الحفلة اللي عاملها بالليل. وبتحكي إيما عن جوزها فرانك وبتقول لها إنه دايما مشغول وإنه لحد دلوقتي بيبات في الشغل كتير ومش فاضي ليهم تقريبا خالص. فساعتها شيان بتقول لإيما إن عندها أنياب صناعية مستعملة، وبتديها كمان دعوات للحفلة التنكرية، وبتطلب منها تاخد عيلتها ويروحوا لهناك ويحاولوا يغيروا جو شوية. فبترجع إيما للبيت وبتحاول تقنع عيلتها إنهم لازم يرجعوا يقضوا وقت مع بعض زي زمان ويخرجوا سوا، وبتقول لهم إنها جهزت كل حاجة ومعاها كمان اللبس، وبتطلب من كل واحد فيهم إنه يلبس هدومه. ومن الناحية التانية بيقدر دراكولا إنه يوصل لمعلومات عن إيما وصورتها، وبيروح يطلب من الساحرة الشريرة بابا ياجا إنها تحول إيما لمصاص دماء علشان يقدر يتجوزها، وبيوعدها إنه في المقابل هيديها حريتها. لكن بابا ياجا بتقترح عليه إن هو اللي يعض إيما بنفسه، بس دراكولا بيقول لها إنه خايف عليها وإن العضة ممكن تقتلها بدل ما تحولها. فبتقول له الساحرة إن التعويذة مش هتشتغل غير لو إيما نفسها كانت مش سعيدة في حياتها. وساعتها دراكولا بيرد عليها وبيقول لها إنه متأكد إنها مش مبسوطة. وفي الوقت ده بتوصل إيما وعيلتها للحفلة وهم لابسين الملابس التنكرية، وأول ما بيدخلوا المشرفين بيستقبلوهم، لكن بدل ما يودوهم للحفلة بياخدوهم على المسرح لأنهم بيفتكروهم الفرقة اللي هتغني. لكن إيما وعيلتها بيتصدموا ومش بيبقوا عارفين يتصرفوا إزاي، فبيضطر المشرفين إنهم يطردوهم. وأثناء كده بتزعل فاي وبتزعق لأمها وبتلومها على اللي حصل، وماكس هو كمان بيتضايق. وساعتها إيما بتتعصب وبتقول لهم إن كل اللي كانت عايزاه إنهم يرجعوا يقضوا وقت مع بعض زي زمان. وفي اللحظة دي بتوصل الساحرة بابا ياجا، وأول ما بتشوف إيما وهي متضايقة وزعلانة بتفهم إن التعويذة بتاعتها هتشتغل وتنجح. فبتنزل بابا ياجا وبتتكلم مع إيما وبتقول لها إنها هتساعدها وتخليها مبسوطة من تاني. فبتستغرب إيما من اللي بتقوله، فبتوضح لها بابا ياجا إنها هتعمل لها تعويذة سحرية تخليها سعيدة بعد كده. وفعلا بتبدأ بابا ياجا وبتقول التعويذة، وفجأة السحاب بيتحول لدوامة وبتتلون باللون الأخضر وبينزل برق من السماء. وفجأة إيما بتتحول لمصاص دماء، ومش بس لوحدها لكن كمان فاي بتتحول لموميا، وماكس بيتحول لذئب، وفرانك بيتحول لعملاق غريب. فبتقول لهم الساحرة إن ده بسبب إنه كلهم مش مبسوطين في حياتهم، علشان كده التعويذة أثرت عليهم كلهم. فبتحاول إيما إنها تنتقم من الساحرة بابا ياجا وبتطلب منها إنها ترجعهم لطبيعتهم تاني، لكن بابا ياجا بتختفي. فبتفضل إيما تطاردها وبتحاول إنها توصل لها لحد ما بتقدر إنها تلحقها، وبتطلب منها إنها تحولهم لطبيعتهم تاني. لكن الساحرة بتقول لها إن الكرة البلورية محتاجة طاقة روحانية علشان تتشحن تاني، وإنها للأسف مسافرة لأكولوس لندرا، وبتسيبها وبترجع تختفي تاني. وفي الوقت ده بتشوف إيما فرانك فبتاخده وبترجع للبيت، وفي نفس الوقت بيروح ماكس للولد اللي دايما بيضربه في المدرسة وبيتهجم عليه وبيخوفه، فبيخاف الولد وبيجري. أما فاي فبتروح عند الولد اللي معجبة بيه وبتطلب منه إنه يساعدها، لكنه بيخاف من شكلها وبيقفل الباب في وشها، فبيضطروا هم كمان إنهم يرجعوا للبيت.
وفاي بتلوم إيما على كل اللي حصل وبتقول لها إن التعويذة اتطبقت عليهم بسببها. فبترد عليها إيما وبتقول لها إنها هتدور على الساحرة لحد ما تلاقيها وترجعهم لطبيعتهم تاني، وبتعرفهم إن الساحرة قالت لها إنها هتسافر لمكان اسمه أكولوس لندرا. فبيقول لها ماكس إن الساحرة تقصد بالمكان ده عين لندن، وإن عين لندن كانت مبنية أصلا على مدينة سحرية. فبيقرروا كلهم في الوقت ده إنهم يسافروا على لندن ويوصلوا لمكان الساحرة. وتاني يوم الصبح شيان بتيجي وبتعرض عليهم إنها توصلهم بعربيتها للمطار، فبيركبوا كلهم معاها. ولما بيوصلوا فاي بتخاف على أمها من أشعة الشمس وبتقول لها إن مصاصين الدماء ما ينفعش يتعرضوا للشمس، لكن ماكس بيطمنها وبيقول لها إنها في الأصل بشر عادي وإنها تقدر تطلع بره. وفعلا بينزلوا كلهم وبيدخلوا المطار. وأول ما بيدخلوا البنت اللي بتختم الورق في المطار بتخاف من شكلهم، لكن إيما بتقنعها إنهم لابسين كده علشان عندهم حفلة تنكرية في لندن ومستعجلين. فالبنت مش بتطمن لكلام إيما وبتطلب من الأمن إنهم ييجوا، لكن بتبصلها فاي وبتطلب منها التذاكر لأنهم مضطرين إنهم يسافروا بسرعة. فبتسمع البنت كلامها وبتديهم التذاكر عادي. وفي اللحظة دي ماكس بيقول لهم إن فاي عندها حاجة اسمها التنويم المغناطيسي، وإنها حاجة كده زي لعنة الفراعنة، وإنها تقدر إنها تقنع أي حد بأي حاجة هي عايزاها. وفعلا بيطلعوا على الطيارة، لكن فجأة إيما بتتحول وبتبقى عايزة تمص دم أي حد، لكن قبل ما تمسك حد وتموته بيظهر دراكولا وبيعمل تنويم مغناطيسي للكل. وبعد كده بيروح يتكلم مع إيما وبيقنعها إنها تروح معاه لأنها لو فضلت هنا هتأذي ناس كتير، وبيعرفها إنه عنده بديل للدم البشري. فبتفكر إيما في كلامه وبتوافق إنها تمشي. وفي الوقت ده كل حاجة بترجع لطبيعتها، ودراكولا بياخد إيما وبيطير بيها لمملكته، وهناك بيديها برشامة من بديل الدم البشري. ولما إيما بتاخدها بتهدى على طول، وبعدها بتسأله عن الساحرة إذا كان هو اللي بعتها، لكن دراكولا بينكر وبيقول لها إنه أصلا ما بيعترفش بوجود الساحرات. وبعدين بيقول لها إنها هتكون زوجته المستقبلية، وبيوعدها إنهم هيعيشوا مع بعض حياة مثالية وسعيدة. لكن إيما بتفكر في عيلتها وبتقوله إنها ما تقدرش تقدم سعادتها على سعادة ولادها، وإنها كأم مستحيل تستغنى عنهم. وساعتها دراكولا بيقول لها إن هي اللي اختارت كده، وبيدوس على الزرار فبتقع إيما من فوق. ومن الناحية التانية فاي وماكس وفرانك وشيان بيوصلوا لندن وبيفضلوا يفكروا إزاي يلاقوا إيما من تاني. وفي اللحظة دي إيما بتقع في المية اللي جنبهم، فبيفرحوا كلهم إنها رجعت وبيجروا يحضنوها وبيسألوها كانت فين قبل كده. فبتقول لهم إيما إن دراكولا عمل لهم تنويم مغناطيسي وبعد كده خدها معاه لأنه كان بيدور على الحب. وأثناء كده دراكولا بينادي على رانفيلد المساعد بتاعه وبيطلب منه إنه يجهز عملية العصر الجليدي، وبيقول له إنه طالما هو مش هيكون عنده حبيبة فهيحرم العالم كله من الإحساس ده، وإنه ناوي يقضي على الحياة في الكوكب، وكمان هيدمر عيلة إيما كلها. وفي الوقت ده بتوصل بابا ياجا لندن وبتبدأ تشحن البلورة السحرية بتاعتها، وهناك بتقابل إيما وعيلتها. وأول ما إيما بتشوف البلورة بتحاول تخطفها منها، بس بابا ياجا بتعمل لهم تعويذة وبتبعتهم كلهم على مصر. وفعلا بيختفوا كلهم ما عدا شيان لأن التعويذة مش بتشتغل عليها. فبتجري شيان ورا بابا ياجا وبتحاول تاخد منها البلورة، لكن الساحرة بتختفي وبتظهر فوق القصر اللي هناك. بس بابا ياجا بتتزحلق غصب عنها وبتتعلق في طرف العلم والبلورة بتقع من ايدها، فبتلحقها شيان في آخر لحظة وبتاخدها. وبالرغم من كده هي بتخاف على بابا ياجا لا تقع، فبتجري بسرعة وبتطلع تنقذها. ولما بيقعدوا مع بعض بتحكي لها بابا ياجا على قصتها مع دراكولا، فبتطلب منها شيان إنها ترجع إيما وعيلتها لطبيعتهم تاني. فبتعرفها الساحرة إن الحل في إيديهم هم، وإنهم لو بقوا سعداء كل حاجة هترجع لطبيعتها تاني. ومن الناحية التانية بتكون إيما وعيلتها في الصحراء وبيحاولوا إنهم يوصلوا لمكان يخرجهم، لكنهم بيتعبوا من كتر المشي. وفي اللحظة دي فاي بتلوم إيما تاني إنها
ما قدرتش تاخد الكرة السحرية من بابا ياجا، وإن كل مرة المشاكل بتحصل بسببها. فبتتضايق إيما من كلامها وبتقول لها إنها نفسها في بنت تانية غيرها وما تطلعش زيها. فبتتضايق فاي من كلام إيما وبتسيبها وبتمشي لوحدها. فبتبص إيما لماكس وبتقوله إنها كانت بس عايزاهم يسمعوا كلامها وما يفضلوش يتخانقوا طول الوقت. فماكس هو كمان بيزعل وبيمشي. وبعد كده إيما بتتخانق مع فرانك وبتلومه إنه ملوش أي دور في تربية الأولاد، وإنها كل مرة بتحتاجه فيها بيكون مشغول ومش موجود، وبتطلب منه هو كمان إنه يمشي. وفعلا فرانك بيمشي وبتفضل إيما لوحدها. وفي الوقت ده دراكولا بياخد أول ذرة من التلج وبيحطها في النار اللي عنده، وساعتها النار كلها بتتجمد وبتتحول لتلج. وبيبدأ يفهم رانفيلد إنه يصنع ذرات كتير من النوع ده لحد ما يجمد كل حاجة في العالم. لكن وهو شغال دراكولا بيقدر يشوف إيما وبيعرف اللي حصل معاها، فبيفرح جدا إنه بقى عنده فرصة تانية يقرب منها. وعلى طول بيؤمر رانفيلد إنه يوقف مشروع التلج دلوقتي. وأثناء كده فاي بتقابل واحد من الفراعنة وبيعرفها إن اسمه إيمونحوتب، وبيقول لها إنه بقاله أكتر من 3000 سنة عايش وعمره ما شاف حد بالجمال ده. فبيطلب منها تروح معاه علشان يوريها قوة المومياء. فبتوافق فاي. أما فرانك فبيسمع صوت حد بيطلب المساعدة، ولما بيروح يشوف مين بيلاقي مجموعة بنات مش عارفين يطلعوا عربيتهم لأنها غرزت في الرمل. فبيروح فرانك وبيساعدهم وبيزق لهم العربية. فبينبهروا البنات بقوته وبيشكروه وبيطلبوا منه يركب معاهم في العربية. أما بقى إيما فبتجوع وبتبدأ تدور على أي حد تمص دمه. وفي اللحظة دي بتشوف شوية سياح راكبين جمال، فبتجري ناحيتهم وبتمسكهم. بس قبل ما تمص دمهم بيظهر دراكولا وهو لابس القناع بتاعه علشان ما يتحرقش من الشمس، وبيدي إيما البرشام البديل للدم. فبتهدى إيما على طول، وساعتها دراكولا بياخدها وبيمشوا سوا. وهنا بتوصل إيما ودراكولا للقصر بتاعه، وهناك بيرقصوا مع بعض. فبيستغل دراكولا الفرصة وبيطلب من إيما الجواز. فبتوافق إيما لأنها بتفكر إن كل واحد هيكون سعيد في حياته لوحده. فبيؤمر دراكولا رانفيلد إنه ياخد إيما ويطلعها لأوضتها علشان ترتاح. لكن لما بتقعد إيما لوحدها بتفتكر الذكريات اللي بينها وبين عيلتها. أما فرانك فبيعيش حياته مبسوط مع البنات لأنهم بيهتموا بيه، وبيحس إنه أخيرا بقى يلاقي تقدير. ومن الناحية التانية إيمونحوتب بيتكلم مع فاي وبيقول لها إنه ناوي يغزو العالم وإنه محتاجها تكون جنبه علشان يبقوا أقوى مع بعض. لكن الكلام ده مش بيعجب فاي خالص، وبتقوله إنها مستحيل تساعده في حاجة زي دي، وبتقوم وبتهرب منه. وأثناء ما هي بتجري بتطلب المساعدة من أي حد. وفي الوقت ده بتشوف فرانك فبتروح له وبتتحامى فيه. وهنا بيوصل لهم ماكس وهو كمان، وبيحاول يخوف إيمونحوتب لما بيلاقيه بيتهجم على أخته. لكن ساعتها إيمونحوتب بيتحول لحشرة كبيرة، فبيخاف ماكس هو كمان وبيجري يستخبي في فرانك. فبيقوم فرانك وبيضرب إيمونحوتب لحد ما بيخلص عليه وبيرميه بعيد. وفي اللحظة دي بتظهر شيان وبابا ياجا قدام إيما، ووقتها شيان بتحكي لها كل حاجة عن دراكولا وعن اللي ناوي يعمله. فبتتكلم إيما مع بابا ياجا وبتطلب منها إنها تساعدها في إنها تشوف باقي عيلتها. وفعلا بابا ياجا بتعمل التعويذة وبتجيب العيلة كلهم قدام إيما. وأول ما بيشوفوا بعض بيفرحوا إنهم اتجمعوا تاني بعد اللي حصل. وأثناء كده كلهم بيقرروا إنهم يكونوا إيد واحدة ويقفوا ضد دراكولا. وفعلا كلهم بيروحوا له، ولما بيوصلوا له بيلاقوه جوه اسطوانة من التلج. وأول ما بيشوف إيما واقفة مع عيلتها بيزعل وبيتضايق. لكن إيما بتقوله إنها مضطرة تحط له المية المقدسة علشان تنقذ عيلتها من الخطر. وأول ما إيما بتطلع علشان تحط له المية بتقع منها وبتتكسر. وهنا دراكولا بيستغل اللحظة وبيخلي إيما تحس بالجوع لدرجة إنها بتبقى محتاجة تمص دم أي حد قدامها. وفعلا بتروح إيما ناحية فرانك وبتقرب منه وهي مش قادرة تتحكم في نفسها. لكن أول ما بتبصله بتفتكر حبهم لبعض وإنها مش هتقدر تأذيه. فبيتعصب دراكولا وبيربط رجلهم في سلاسل وبيقول لإيما إنه هيحولهم كلهم لكرات من التلج. فبتطلب منه إيما إنه يسيب عيلتها وفي المقابل هتقعد هي معاه. لكن دراكولا بيرفض وبيقول لها إنه خلاص فات الأوان، وبيسيبهم مربوطين وبيمشي على مكتبه. فبتفكر الخفافيش إنها تساعد عيلة إيما، فبييجوا وبيفكوا السلاسل اللي في رجلهم. وبعد كده العيلة بتحضن بعض
بعض، وكل واحد فيهم بيتمنى للتاني إنه يكون مبسوط في حياته وإنهم يعيشوا مع بعض بسلام بعد كده. وفي اللحظة دي التعويذة بتتفك عنهم وبترجع كل حاجة لطبيعتها. وفي الوقت ده بيروحوا كلهم عند دراكولا، وأول ما بيشوفهم بيقول لهم إنه أقوى منهم وإنه يقدر في أي لحظة يحولهم لمكعبات تلج. لكن فجأة خفافيشه بيدخلوا عليه وبيعضوه من إيديه علشان ما يعرفش يحولهم، بس هو بيقول لهم إنه لسه يقدر يتحكم فيهم من خلال الزرار اللي معاه. وفي اللحظة دي شيان بتجري عليه بسرعة وبتضربه لحد ما بتبوظ الأزرار اللي معاه. لكن ساعتها دراكولا بيتحول لخفاش كبير، فبتفكر إيما بسرعة إنها تفتح كل الستاير اللي موجودة وتخلي الشمس تدخل علشان تحرقه. وفعلا كلهم بيعملوا كده، وأول ما الشمس بتدخل ما بيقدرش دراكولا يقف فيها، وأثناء كده إيما بتمسك ذرة التلج وبتحطها عليه، وساعتها بيتحول لتمثال من التلج. وبعدها بتحرر بابا ياجا من سيطرة دراكولا عليها، وبيرجعوا كلهم يعيشوا مع بعض تاني كعيلة واحدة، وبيعملوا حفلة وبيقعدوا يغنوا ويرقصوا كلهم سوا وهم مبسوطين مع بعض. وبكده بتكون خلصت حكاية النهاردة.